السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حجازية الاسكندراني على اصولها بجد. كل حبايبي بقى من مصر بيطلبوها مني على طول. عملتها دي النهارده كانت بناء عن طلب ضيوف وحبايبي كانوا جايين عندي. بجد اعملي حجازية الاسكندراني على اصولها بمقادير مظبوطة مليون في المية. اعمليها وانت مغمضة بالطريقة بتاعتي وبمقاديري، ولازم هتنجح معاكي من اول مرة. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة خالص لوجهك الكريم، ولا تجعل الناس منا شيء ولا الشيطان منا نصيب، وتقبلها اللهم منا بقبول حسن. ولو أول مرة تشوفي قناتي يتشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى في اللايك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك، وتعليق الجميل اللي بيسعدني. طبعا سبحان الله عشان في ضيوف جايين اللي طالبينها مني لازم يحصل شوية تعقيدات كده وشوية مشاكل فيها، بس الحمد لله بفضل الله عدت على خير وطلعت معانا النتيجة زي ما انتم شايفينها رائعة جدا. يلا عشان في الفيديو اقول لكم ايه اللي حصل معايا، والحمد لله ان هي حصلت معايا. ما رضيتش امسح اي حاجه عشان لو حصلت معاكي تقدري تعالجيها معانا. شايفين الجمال عامله ازاي كلها سوا واحد، والحشوه رائعه ازاي من جوه. يلا نشوف مقاديرنا النهارده وصفتنا. يلا بينا. اول حاجه في المقادير بتاعتي انا معايا دقيق السميد او دقيق البسبوسه، 4 كوبايات من الدقيق السميد او دقيق البسبوسه حسب ما انت ما بتسميه. وهنزل عليهم كمان بكوبايتين من الدقيق العادي متعدد الاستخدامات. يبقى كده معايا 6 كوبايات، 4 دقيق سميد واتنين دقيق عادي. وحطيت رشة الملح بتاعتي وابتديت قلبت بقى الدقيق، مزيج من الدقيق السميد والدقيق العادي بتاعي. طبعا عايزه اقول لكم بقى اللي حصل معايا ان نوع الدقيق معايا كنت اول مره استخدمه. الدقيق كان بيطرد السمنه معايا، بس والله الحمد لله عدت على خير. حطيت كوبايه ونص من الزبده. طبعا الزبده لما بتسيح بتعمل ميه كده او لبن على الوش، فمش مشكله. عايزه تستخدمي بقى زبده، عايزه تستخدمي سمنه، عايزه تستخدمي مزيج ما بين الزبده والزيت اللي متاح عندك. انا استخدمت زبده وكده ابتدي اقلب اهم حاجه الدقيق بتاعي بالزبده. عايزه كل حبيبات الدقيق بتاعتي تتغلف بالزبده بتاعتي. كل ما هتغلفيها كل ما تبقى الايه الحجازيه بتاعتك دايبه كده في بقك وطعمها حلو جامد معاكي. قلبت كويس جدا كده بالسباتشوله حتى من غير ما بس بايديا ولا حاجه. قلبت تقليبه كده لمده دقيقه بالسباتشوله لحد ما اتاكدت ان الدقيق بتاعي كله اتغلف من الزبده بتاعتي. هنزل عليهم بقى بنص كوبايه من السكر العادي، سكر سنترفيش عادي. وابتديت اقلب بقى كده لحد ما كمان السكر يندمج كويس جدا مع الدقيق والسمنه بتاعتي. طبعا السكر كده بيخلي الحاجه طعمها الحتت اللي ما فيهاش حشوه تبقى طعمها مسكر وجميل جدا. والله هديكوا كل التكات اللي تطلع معاكم الحاجه ناجحه مليون في الميه وطعم رائع. حطيت ظرف من الفانيليا او ربع معلقه او نص معلقه من الفانيليا حسب ما انت ما بتحبي، لان كده الفانيليا ممكن تستغني عنها كمان لان كفايه القرفه اللي معايا قطعه خميره 10 جرام بمقام قطعه من الليمون. لو مش متاح معاكي الخميره البيره تقدري تحطي معلقه كبيره من الخميره الفوريه. هبتدي بقى ايه زي ما انتم شايفين الخميره بتاعتي كده ناشفه شويه، كانت في الفريزر. وجبت كوبايه من اللبن الدافي، عايزاها دافيه مش سخن قوي عشان ما يبوظش الخميره بتاعتي. دوبك يكون دافي كده ايه بدمع العين، لما تحطي ايديكي فيها تحسي ان هو ايه ما اذاكيش، ما يبقاش فيه سخونيه جامده. هبتدي اقلب الخميره بتاعتي كده لحد ما تدوب معايا. طبعا هي حسيت ان هي ناشفه شويه كده بس ايه هتدوب واحده واحده. حطيت معلقه صغيره من البيكنج باودر، بتدي هشاشان مع الخميره رائعه جدا للحجازيه. هبتدي انزل بقى بالخميره بتاعتي كده، اعمل حفره في النص كده وانزل بالخميره بتاعتي. طبعا الخميره كلها لسه ما دابتش، فنزلي اللبن كده واقلب لحد ما انزل كل ايه كميه الخميره بتاعتي. انا عايزه الخميره بتاعتي عشان هي دي اللي هتساعد في الخمران بتاع الحجازيه. نزلت بقى كده في النص كده وابتدي اقلب. انا معايا كوبايه من الحليب، عايزه تستخدمي ميه استخدمي، بس الحليب بيدي طعم حلو ليها وتبقى فيها فايده كمان لاولادنا. قلبت بقى كده افضل اقلب لحد ما بتاعي يتجانس مع كله يتشرب كده كل اللبن بتاعي. ابتدي اقلب بقى كده. طبعا ما تخافيش كوبايه الدقيق كوبايه اللبن دي مش كتير ولا حاجه، لان الدقيق السميد بتاعي بيتشرب بنسبه السوائل عاليه جدا، فهيشرب كل السوائل دي. هبتدي اقلب كده، هنشيل الاسباتشوله واقلب بايديا كده العجينه. عايزه اقول لكم كان نوع الدقيق غريب جدا بقى يطرد السمنه معايا، بس الحمد لله طلعت برده الحجازيه طعمها حلو جدا كده ودايبه وطعمها حلو، ما اثرتش معايا في حاجه يعني. كملت الوصفه والحمد لله يعني. كانت اولها ان السمنه كانت عماله تطلع كده من الدقيق بتاعي. قلبتها بقى تقليبه كويسه لحد ما اتشربت خالص من اللبن بتاعي. شايفين العجينه اتشربت ازاي؟ كانت الاول سايله كده وتحس ان هي طالعه. دلوقتي بص شربت كل كميه السوائل. شايفين بقى ده كلها مليانه سمنه ازاي؟ مش عارفه دي كان عمال يطرد السمنه معايا اللي هي الزبده بتاعتي. هغطيه بقى واسيبه كده يستريح شويه لحد ما نجهز الحشوه بتاعتنا.
جبت بقى كده بوله بتاعتي، وهنزل عليها بكوبايه كبيره من دقيق السميد او دقيق البسبوسه، عليها كوبايه من السكر السنترفيش العادي، ومعلقتين كبار من القرفه. اه بقى على الحجازيه، وريحه القرفه دي بتقلب ريحه البيت. نزلت كده بثلاث معالق من الزبيب، ودي اختياري، لو مش عايزه زبيب ما تحطيش، ولو عايزه كمان تحطي جوز هند كمان تقدري تحطي كمان نص كوبايه جوز هند، زي ما انت عايزه يعني. واهم حاجه بقى عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز ده يا جماعه بيدي تماسك للحشوه، تبقى متماسكه معاكي، ما تبقاش مهريه الحجازيه معاكي وتفتفت معاكي كده. نزلت بمعلقتين من عسل الجلوكوز، لو مش موجود عندك عسل الجلوكوز تقدري تستخدمي عسل النحل. ونزلت بمعلقه كبيره من الزبده، معلقه زبده واحده بس سيحتها ونزلت بيها. ومعايا ربع كوبايه من اللبن السخن، يكون سخن جدا اللبن، عايزاه سخن جامد عشان يدوب العسل الجلوكوز بتاعي. العسل ده بيبقى متماسك كده وجامد، فاللبن هو اللي هيفكه. فسخني اللبن كويس جدا ما تخافيش لحد ما يدوب معاكي العسل الجلوكوز بتاعك. ونزلت بقى بالخلطه بتاعتي دي كده. وبقى الحشوه بتاعتنا الرائعه دي زيها زي اكبر محلات الحلواني بجد، تحفه جدا. عسل الجلوكوز ده بيدي تماسك ليها، ويدي كرمله كده كمان، تست كرمله كده مع الزبيب، بتبقى رائعه جدا بجد، طعم خرافه. شموا بقى الريحه، طبعا تحس ان هي سايله معاكي دلوقتي. دي السميد كمان هيشرب كده كمان معاكي السوائل بتاعه اللبن، وعشان كمان نقدر نفردها، نعرف نفردها معاه. انا بحب احط رشه جنزبيل كمان مع الحشوه دي، ودي حاجه اختياري، لو مش عايزه جنزبيل ما تحطيش، عايزه تحطيها زي ما انا بحطها براحتك يعني. على فكره هي ما بتبانش في الطعم خالص يعني. كده حشوتنا جاهزه خالص. جبت الصينيه بتاعتي مقاس 30 في 40، لان طبعا المقادير بتاعتي دي تعمل صينيه كبيره. عايزه تقسمي المقادير دي، تجربي في الاول تعملي نص المقادير زي ما انت عايزه. هقسم بقى العجينه بتاعتي لنصين عشان تبقى العجينه بتاعتي متساويه، الجزء اللي فوق قد الجزء اللي تحت. جبت كيس مطبخ وفردته، او كيس ثلاجه، وفردت الكيس، وابتدي افرد اول جزء منها، نص العجينه بتاعتي افردها في الكيس بتاعي. وعايزه اقول لكم دي برده من الحاجات برده اللي اول مره تفشل معايا يعني، وانا بقلبها حصل حاجه كده غريبه قوي. زي ما انتم شايفين فردت كده نص العجينه بتاعتي كده، لحد ما دي بقى اللي هتبقى الوش اللي فوق. المفروض بقى تحطيها على صينيه كده، هبتدي احط اصلا عشان اعرف اقلبها. جبت الصينيه بقى بتاعتي وابتدي احط الجزء. شايفه بقى السمنه؟ شايفين السمنه اللي كانت بتطرد بتطلع معايا من الدقيق؟ الدقيق اللي كان بيطردها نزلتها كلها، لان في الاخر هتتشرب معايا. شلت دي كده على صينيه تانية عشان اعرف اقلبها، وابتدي افرد بقى النص التاني كمان من العجينه بتاعتي. اهم حاجه وانتي بتفرديها لازم تطلعي الحرف ده كده من بره، طلعي الحرف عشان لما تنزل الحشوه بتاعتنا ما تلزقش في الصينيه معايا. نزلت بقى بالحشوه بتاعتي دي وفرديها على الصينيه بتاعتي كلها، عشان تبقى الحجازيه كلها مليانه حشوه. انا بحبها مليانه حشوه، الحشوه دي طعم كده رائع جدا فيها، وريحه. بعمل الحجازيه الريحه بتوصل كده بتملى العماره كلها، بجد ريحتها رائعه جدا، وكل حبايبي بيحبوها، بيقولوا لي انتي استاذه فيها، بتبقى طعمها احسن من الجاهزه مليون مره. والفضل بصراحه لحبيبتي وصديقه عمري ام يوسف فاطمه، هي اللي معلماني بصراحه الوصفه دي بتاعتها هي، فالشكر ليها وربنا سبحانه وتعالى. ابتديت بقى فردت الحشوه بتاعتنا. طبعا فمن يشكر لله فلا ايه شكر ليه. فبصراحه الواحد اللي يدي لكل ذي حق حقه، هي صاحبتي اللي معلماني الوصفه دي بصراحه. فردت بقى الحشوه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وابتدي احط بقى الطبقه التانية بتاعتنا. سويها كده معاكي عشان تبقى متساويه معاكي. انا سويتها بالسباتشوله او بمعلقه زي ما انت عايزه الحشوه بتاعتنا. هبتدي انزل بقى بالجزء التاني، ودي بقى الكارثه التانية عشان انا كنت مستعجله والله، واول مره تحصل معايا، بس ما حبيتش برده، ما همنيش اي حاجه. وانا بقلبها ما اتقلبتش معايا كويس. شايفين عملت معايا ازاي؟ وحسيت ان هي لزقت، لان طبعا الدقيق كان بيطرد السمنه، فكان مخليها مش مظبوطه خالص معايا. بس مع عادي يعني هتعدي. فضلت اقسم فيها كده وارقع فيها زي ما بيقولوا كده، واتظبطت معايا والحمد لله رب العالمين وطلعت رائعه. فضلت اشيل الجزء الزياده ده واحطه وافرده بايديا كده، واحطه في الاجزاء اللي ما كانش محطوط فيها. طبعا الحمد لله ان كل الاخطاء دي بتحصل معايا يعني على الفيديو. انا ما حبيتش والله احذفها ولا اعمل حاجه، لان اكيد بتوصل مع ناس فبيخافوا ان هي تبوظ معاهم. فالحمد لله رب العالمين ان يعني اللي حصلت فيها، عشان خاطر كل الناس تتعلم من اخطاء بعضيها. ولو حصل معاك الموقف ده ازاي تعمليها. مسكت بالسكينه كده وسويتها كلها في بعضها ولزقتها كده عشان لما احطها في الفرن. طبعا انا كنت ممكن قلبتها في صينيه تانية زي الحجم بتاعي، وجبت اللي تحت فوق واللي فوق تحت، وما كنتش قلت لكم. بس انا حبيت ان انا برضو الناس كلها لو حصلت معاهم الموقف ده ازاي يتعلموا ازاي يعملوه.
انا بعمل كل حاجه معاكم الحمد لله رب العالمين بكل صدق وبكل امانه. الوصفه عشان توصل معاكم ازاي ناجحه ازاي معاكم، بس المقادير ناجحه مليون في الميه بجد. اعمليها وانت مغمضه هتطلع معاكي الحجازيه الاسكندراني على اصولها بجد. زي ما انتم شايفين سويتها كده معايا، حتى قطع من القرفه باينه فوق مش مشكله. وزي ما قلت لكم انا كنت اقدر اقلبها واخفي كل ده، بس عملتها معاكم عادي جدا. فردتها خلاص وجبت شوكه كده وابتديت ادي خطوط بالطول وبالعرض معايا عشان تدي شكل حلو معايا. طبعا لو ما كانتش مقلوبه وكانت شكلها كده كنتوا هتشوفوا الشكل الزجزاج بتاعها ده، بيبقى شكل الشوكه فيه بيبقى شكله جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده عملتها بالشكل دوت كده عشان تدي شكل برضو جمالي حلو وتبقى زيها زي الجاهزه بالظبط. بعد ما خلصتها خلاص معايا هبتدي احطها في الفرن بتاعي على درجه 180. قعدت معايا بالظبط نص ساعه وطلعت معايا بالجمال والحلاوه دي. سبتها لما بردت وقطعيها بعد ما تبرد. لو قطعتيها وهي سخنه هتتهري معاكي. بعد ما بردت قطعتها وطلعت حلوه قوي معانا. طعمها كان رائع جدا وريحه تحفه. زي ما انتم شايفين اي حصل كل اللي حصل معانا الاخطاء اللي حصلت الحمد لله ما فيش اي حاجه وطلعت ناجحه مليون في الميه. والف هنا وشفا من اللي اكل منها. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم. وطبعا ما تنسونيش في اللايك وشير لأهلك وأصحابك وحبايبك، وتعليقي الجميل اللي بيسعدني. شايفين كلها متساوية زي الجزء اللي فوق قد اللي تحت. والحشوة بتاعتنا الطبقة بتاعتها تخينة كده وجميلة جدا. بجد اعمليها وانتي مغمضة بالمقادير بتاعتي تطلع معاكي ناجحة جدا. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم وتكون خفيفة على قلبكم وتعلمنا من أخطاء بعضينا. وأشوفكم في فيديوهات تانية. وأقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع عنده في رعاية الله وحفظه.